إذا كنت تعتقد أن أغرب شيء في توقعات كأس العالم 2026 هي تتويج منتخب هولندا بالكأس، تقدر تسمع الباقي. تتذكرون عالم الرياضيات الألماني يواكيم كليمنت، الرجل الذي توقع بطل كأس العالم في آخر 3 نسخ ويابهم كلهم صح. هالمرة رجع بنموذج رياضي جديد وفيه عشرات البيانات والخوارزميات المعقدة، والنتائج كانت مجنونة. أول صدمة، البرازيل أحد أكبر المرشحين للقب يطلع من دور ال16. اي نعم، مو ربع نهائي ولا نصف نهائي، من دور 16. بس لحظة، مو هاي هي أول صدمة. الصدمة الثانية إن ميسي بعد برا البطولة. أكيد تبي تعرف من اللي راح يطلع. نموذج يقول إن البرتغال راح تقصي الأرجنتين من كأس العالم، يعني آخر مونديال لميسي قد ينتهي على يد كريستيانو نفسه. يعني تعرف إن هاي السيناريو ممكن يكون هو واحد من أكثر المشاهد جنونا في تاريخ كرة القدم. والأغرب من ذي كلها إن البرتغال نفسها راح توصل نهائي، لكن راح تخسر اللقب في النهاية أمام هولندا. يعني رونالدو يوصل لأقرب نقطة من كأس العالم ويشوف الحلم قدامه، لكن ما راح يرفعه. وإذا حبيت تعرف من اللي راح يطلع البرازيل؟ اليابان.